الأخبار اللي تخلي القلب ينشرح، شعار السفن عشان تعدي من باب المندب. ملناش علاقة خالص بولاد الإخس ومامتهم، ولا عايزين تربطنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد. اعتبرونا إننا منهم متبرئين، وفعلا إخواتنا اللي من ناحية اليمين يعدوهم بأمان سالمين. الموضوع يخلص على كده؟ لأ، هي الخناقة توصل للمد بالإيد؟ طبعا أنا سامعاك. يا ترى الخناقة بين مين ومين؟ أنا هقولك، ما بين النتن ووزير دفاعه جلة فندي أو غلة فندي. راح الدم ضرب في دماغه وراح خبط الباب على النتن وقال له بقولك ايه اللي احنا فيه ده اخره ايه؟ الغلب اللي احنا فيه ده هيخلص امتى؟ خلاص انا والعيال التوتو بتاعتي خلاص جبت لنا المرض والعله. لا المرض ايه، جبت لنا الشلل والعله. طبعا النتن رفض هذا الاقتحام. يسكت على كده؟ لا، يقول له بقول لك ايه، انا ما حدش يكلمني كده، انت واللي جابتك. هو طبعا ما قالش كده، بس دي حبه الشطه اللي بحب احطهم يعني على الموضوع. جيلا يسكت على كده؟ لا، يقول له انا همشي دلوقتي بس هستناك بره، ومش لوحدي، معايا شباب الحته قوه جولاني قد الدنيا وهنسيطر على الوضع، وانت يا نتن هنسففك الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الاخوات بتعمل في بعضها ليه كده يا جماعه؟ دي اكيد عين وصابتكم. الفكرة بقى أنا بكلمك عن مين؟ أنا بكلمك عن جلة فندي وزير الدفاع، اللي هو رمز الهدوء والليمون بالنعناع. لازم يكون رمز الحكمة، ما تهبش منه كده. بس احنا برضو عايزين نعرف ايه اللي وصل الموضوع لكده. احنا لازم نحشر مناخيرنا حضرتك. فاكر لما قلتلك الاسبوع اللي فات ان النتن هيعمل اختبار كشف الكذب لكل الناس اللي حواليه، لان في حد بيسرب المعلومات من الاجتماعات؟ وبالفعل عمل اختبارات بس ملقاش تسريبات. تقريبا يومها كانوا مركبين جلده. هوب امبارح فجأة يعمل تفتيشات، يتفاجئ ان جلة هو واتباعه معاهم تسجيلات لكل كلمة بتتقال في الاجتماعات، عشان يأمنوا نفسهم يوم لما تبتدي المحاكمات ان هم في السليم. اصل المحاكمات جيات جيات. انت عارف الكوميدي في الموضوع ايه؟ ان جلة بيخوفوا بمين؟ بالجولاني. مين الجولاني ده؟ اللي لسه اخواتنا في القطاع معلمين عليه لسه الاسبوع اللي فات، راجع بخيبة الامل الراكبة جمل. النتن يسكت على كده؟ لا، يديهم له، يقول له كان نافع نفسه، بدل ما هو راجع لي من القطاع قفاه مسلطح من كتر القفايات اللي خدها هناك. ليه كده يا جماعه؟ ليه كده يا جماعه؟ الموضوع يخلص على كده؟ لا، اخواتنا بتعمل عظمه، مش بيعملوا، بينتجوا عظمه. انتجوا 800 زنبيقه صناعه محليه 100%، لسه ما استخدموش منهم حاجه، لسه بورقتهم. وده مش كل اخواتنا، ده جزء صغنن، قبيله صغننه من اخواتنا، فما بالك بقيه الرجال؟ اهو دول اللي يطلق عليهم من الحجاره اعدوا اشد العتاد.